السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية هي لغة التسامح، اللغة العربية هي لغة الدين، اللغة العربية هي لغة الرقي والثقافة والحضارة. تعلم لغة عربية صحيحة تعرف تربي ابنك تربية صحيحة وإيجابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حضانة عمر بن عبد العزيز التجريبية الفرنسية لغة. هي تاني حلقات سلسلة التربية السليمة. اللغة العربية عزيزي هي أسمى لغة في الوجود. ربنا خلق اللغة العربية مذكورة في القرآن، ودايما هي اللغة السلسة والسهلة اللي بين الشعوب العربية. اللغة العربية عزيزي هي لغة الدين ولغة الأديان السماوية. اللغة العربية عزيزي دايما لها علاقة بين السلوك، فعنواننا النهاردة عن السلوك. سلوك ابنك عزيزي بيكون عن طريق سلوك حضرتك. زي ما قلنا في سلسلة الحلقات اللي فاتت ان انت لو بتصلي ابنك هيصلي. لازم لساننا على طول يكون معطر بذكر الله. الطفل دايما هو مراية لحضرتك. لو انت شتمت قدامه فهو هيشتم قدامنا، ولو انت اتكلمت قدامه بصفة كويسة هتلاقيه عزيزي بيتكلم بصفة كويسة. ان احنا لازم كل يوم نقرأ ورد من القرآن، نعلم الطفل ازاي يعرف يتكلم. وليكن عزيزي الثاء الثاء وليس الساء. اللغة العربية لغة مهمة جدا لتعديل السلوك. لازم دايما سلوك حضرتك وزوجة حضرتك يكونوا بيتعاملوا بصفة كويسة. يعني لو بنتخانق انا ووالدته ما ينفعش نتخانق قدام الطفل. السلوك الصح دايما عايزين نعمله قدام الطفل. فاحنا لازم احنا كحضانة ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نغلطش قدام الطفل، لان كلنا بني ادمين وكلنا بنغلط، ولكن ما بنغلطش قدام الطفل لان هو مراية لينا وبيتعلم مننا. اما بالنسبة للشارع، في الشارع دايما بيكون فيه سلوك كتير غير مكتسب وسلوك مش حلو. بننصح الناس ان انت بدل ما تنزل ابنك الشارع نوديه نادي، نوديه يتعلم الرمايه، الفروسيه، السباحه. هتكون طفل سوي جدا. ولازم دايما نربط حبنا باللغه العربيه ما بيننا وبين السلوك. عايز ابنك يبقى كويس حفظه القران باللغه العربيه. عايز ابنك يكون سلوكه كويس دايما نمارس اللغه العربيه وليست اللغه العاميه. هتتابعونا هتلاقوا فيديوهات هادفه سلسله تربيه الطفل التربيه السليمه برعايه حضانه عمر بن عبد العزيز. وبقول لك ايه، سلام.